ازيكم عاملين ايه؟ داخلين على شهر رمضان وعلى الصيام الكبير بتاع المسيحيين. كل سنة وكلنا طيبين. طبعا الصيام كده بيبقى الدنيا مختلفة شوية. انا مش هتكلم عن اي طقوس دينية خالص، مش هتكلم عن اي حاجة، بس هتكلم عن نعمل ايه في الصيام، سواء الصيام النباتي بتاع المسيحيين او في صيام رمضان اللي فيه وقت طويل احنا بنصوم فيه. طيب انا هتكلم الاول عن صيام رمضان اللي فيه وقت طويل، صيام من غير ميه ومن غير اي مشروبات، وبعدين بنفطر على اكل عادي بناكله. هي بس بالنسبه للحته الدينيه هقول على حاجه واحده بس، هي حاجه مشتركه بيننا احنا الاتنين، انه هدف الصيام هو ان انا اركز على العباده، صح؟ يعني سواء هنا او هنا الاتنين هدفهم انه انا ما افكرش في الاكل، يبقى اخر حاجه بفكر فيها، ويبقى تركيزي على العباده، والاكل ده هيكون اي حاجه متاحه او موجوده طبعا بجهز لها من قبلها. اللي بيحصل سواء هنا او هنا انه الموضوع ما بيوصلش لكده، ان الموضوع ان انا بفضل اجهز في حاجات. فمثلا قبل رمضان بننزل نشتري حاجات كتير قوي وبنشتري كل حاجات رمضان اللي محتاجينها، وقبل الصيام الكبير بتاعنا بنبتدي نركز في الفول والطعميه ونشتري الحاجات البقوليات ونشتري كل الحاجه. ساعات غصب عننا بنتلخم في الاكل، وده مش الهدف بتاعه. فانا بس حبيت انوه انه الاتنين نفس الهدف، الاتنين هدفهم انه انا مش عايزه اركز على الاكل، انا عايزه اركز على الصيام وعلى العباده او الصلاه، كل واحد طبعا بطريقته يعني. دي نقطه. النقطه التانية اللي كنت عايزه اتكلم فيها، الفيديو ده للي مهتمين انه في الصيام انا عايز اخسر وزن او عايز ما اتخنش، فده مهم قوي الهدف بتاع الفيديو. لانه في ناس تقول لي لا في رمضان انا هاكل براحتي، او لا ما تتكلمش معايا في الدايت في رمضان. لا، ده فرصة كويسة جدا جدا ان انت تستغلها، ان انت تعمل دايت بلان ليك تستغل فترة الصيام. طب العزومات هنتكلم في كل التفاصيل دي. طيب اول حاجة بالنسبة للصيام اللي هو وقت طويل، هو قريب شوية طبعا للصيام المتقطع، بس طبعا اصعب لانه هو بدون مية وبدون اي مشروبات. فانا هقترح عليك اقتراح خلال الاسبوع ده، قدامنا اسبوع لغاية الصيامات اللي جاية بتاعتنا، ان انت لو انت مش متعود على الصيام المتقطع اعمل حاجة لطيفة قوي. ابتدي عود نفسك من بكرة، شوف هتاكل امتى اخر وجبة، مثلا الساعة 8 وبتنام الساعة 10-11، فده يبقى حلو قوي. يبقى انت عامل حسابك ان انت من النهاردة هتوقف اكل على الساعة 8-9 وتنام مثلا 10-11 لغاية 12. كويس، تمام. يبقى كده في صيام 3 ساعات قبل النوم و8 ساعات النوم، زود عليهم 2-3 لما تصحى ما تاكلش حاجة وحاول ما تشربش حاجة، فنبقى بنظبط نفسنا انه ادي 12 ساعة مبدئيا انا صايم ما اكلتش حاجة. ابتدي كل يومين زود 2 ساعات او زود ساعة، فنوصل على شهر رمضان او على الصيام الكبير بتاع المسيحيين انه احنا عارفين نصوم وقت من غير ما اشرب حاجة ومن غير ما اكل حاجة. ليه؟ عشان وقت الصيام اللي هو ملتزم بوقت معين او بعدد ساعات معينة ما صدعش وما تعبش. لا، انا عودت نفسي قبلها باسبوع انه انا ينفع ان انا اصوم تدريجي لغاية لما اوصل لعدد الساعات اللي انا هصومها في الفترة اللي جاية. فده اقتراح انا شايفاه هيبقى مناسب وهيساعد معاك. طيب دلوقتي دخلنا الصيام وابتدينا وصمنا، سحرتنا بالليل وصمنا وابتدينا خلاص هنبتدي ناكل. طيب اولا عدد الوجبات اللي هاكلها قد ايه؟ اول حاجة انا مش عايزة احد عدد وجبات معينة للشخص. ليه؟ في اشخاص بتحب في الاكلة الواحدة تاكل كمية كبيرة، خلاص فانا مثلا ممكن اكل 3 وجبات في يومي العادي بس يبقى كمياتهم كبيرة. وفي ناس مش بتحب كده، في ناس ظروفها مش سامحة فهم بياكلوا وجبتين بس كبار اكتر شوية. في ناس بتحب كل شوية كل ساعة او ساعتين تدخل حاجة. انا شايفة انه دي حاجة مش غلط. ليه؟ خلاص هي طبيعة جسمه كده او هو متعود على كده. مش لازم عشان اعمل دايت اغلس على الناس واقول لهم هم وجبتين بس وكفاية، لا مش لازم. ممكن تخس على فكرة وانت بتعمل كده وحرقك يزيد، خلاص هي طبيعة جسمك. على فكرة في ناس لما بعمل لها وجبتين بس في اليوم حرقهم يقل. عندي حد كان هو بياكل وجبة واحدة بس في اليوم وكان بينزل عليها لغاية لما الجسم ثبت، فاضطرينا ان احنا نزود عدد الوجبات عشان
نشوف اللي هيحصل. اول لما زودنا عدد الوجبات الحرق ابتدى يشتغل. اذا مفيش قاعدة معينة لعدد الوجبات، واي حد بيطلع يقولك هم عدد وجبات معينة هي دي اللي انت لازم تلتزم بيها، انا شايفة عمليا مش ده اللي صح. فحاول شوف انت بتحب ايه واعمله. فدي اول نقطة على عدد الوجبات. تاني حاجة الاكل نفسه. انا عارفة انه بتحتاج انه انت تكسر صيامك على مثلا ان انت تشرب حاجة وممكن تاكل تمر، فممكن تعمل كده. ممكن في الايام العادية اللي ما فيهاش عزومات ظبط يومك انه انت اول حاجة تاخدها مثلا ممكن تمرتين 3 مع كوباية ماء، خلاص يبقى كده احنا كسرنا الصيام. وممكن شرب، ممكن تستنى شوية وبتبتدي تدخل على الوجبة بتاعتك، او لو حابب ان انت تاكل على طول برضو مفيش مشكلة. طيب الطبق بتاعي يبقى عبارة عن ايه في الايام العادية؟ خلاص انا مش هتكلم دلوقتي على العزومات. الايام العادية هاكل ايه؟ كل العناصر الغذائية اللي اتكلمنا عنها في الفيديوهات اللي فاتت. ليه؟ كلها مهمة. هناكل كربوهيدرات، وهناكل بروتين، وهناكل سلطة، وهنحط حبة دهون صحية. المهم من الحاجات المهمة ابقى حاسبة على قد ما اقدر انا محتاجة كام كالوري بتوعي، ودول اللي انا هدخلهم في فترة الفطور. ليه؟ عشان يبقى جسمي خد كل اللي هو محتاجه، وخلال الفترة التانية يعرف يحرق الدهون اللي موجودة وما يخزنش دهون لو انا قللت قوي. فاحسن حاجة ان انت تحسب سعراتك وتحسب محتاجة قد ايه من البروتين والنشويات والدهون. دي محتاجة شوية حسابات كتيرة حبة. فانت اعمل كده، ابتدي بس اعرف انت محتاج نسبة دي. هحرم نفسي؟ لا، هتاكل رز، حبة رز، شوف الكمية اللي انت محتاجهم، وبروتين 3 قطع لحمة، قطع صدور فراخ، ربع فرخة، نص فرخة، كل واحد حسب حجمه وحسب حاجات كتير قوي هي بتتقاس عليها. ويبقى الاساسي الخضار والسلطة. خلاص الفرق بين الخضار والسلطة اللي نقصده الخضار اللي هو مثلا لو بامية او فاصوليا او بسلة او الحاجات دي كلها، بس البسلة نشوية حاولوا ما تحطوهاش مع الرز قوي. ملوخية، كل الحاجات دي تنفع مع السلطة. السلطة اللي هي ايه؟ السلطة اللي هي الخيار والطماطم والجزر والحاجات دي كلها تنفع تبقى سلطة. عايز تاكل حاجة واحدة بس منهم، مش لاحق تعمل كل الحاجات دي خلال شهر رمضان، مش مشكلة. فيبقى كده دي وجبة كويسة جدا. مع الخضار زائد ايه؟ ممكن ناخد واحدة فاكهة، ثمرة فاكهة. تمام؟ يبقى احنا كده كلنا وجبة متكاملة فيها كل العناصر الغذائية. انا كده بتكلم عن ايه؟ عن يوم عادي في رمضان بنفطر فيه، مفهوش عزايم ومفهوش زحمة ومفهوش حاجة. يبقى انا عامل حسابي ان انا بجيب حاجتي قبل رمضان، الحاجات الاساسية. احاول ما اجيبش حاجات تضرني. خلاص نحاول نبعد عن المخبوزات الى حد ما، ناكل الحاجات الصحية، العيش البني والدقيق البني، الرز نحاول نخليه البسمتي. لو رز عادي مفيش مشكلة منه خالص، حاول ان انت تصفيه لغاية لما المية بتاعته وانت بتغسله تبقى المية بيور مش بيضة، فكده انت اتخلصت من النشا بتاعه. وابتدي اعمله على الاساس ده، هيبقى كويس جدا مفيش مشكلة منه. ممكن ناكل مكرونة اي حاجة، يبقى كده تمام. خلاص انت كده خلصت الوجبة بتاعتك. لو بتروح تمرين او عندك مشوار او بتعمل اي حاجة، الحركة حلوة جدا بعد الاكل بساعة او ساعتين. لو عندك اي حاجة بتعملها، لو هتصلي، لو عندك اي حاجة بتعملها، ده كويس جدا. عايز تاكل وجبة تانية مفيش مشكلة، هناكل وجبة تانية برضو عبارة عن بروتين وخضار ونشويات، وممكن ناخد فاكهة. مش عايز تاكل خلاص ممكن تاخد ثمرتين فاكهة ومعاها القهوة بلبن او whatever اللي انت هتدخله. طيب ناكل ايه في السحور؟ حاول تاكل وجبة برضو متكاملة بس حاجات بتشبع. ايه الحاجات اللي بتشبع؟ صدور الفراخ بتشبع جدا، ولو فيها نسبة دهون ده كويس، بس النسبة تبقى صغيرة قوي. رأيي انه نحاول ما ندخلش نشويات، بس ممكن ناخد مثلا فول، فممكن ناخد 200 جرام فول مثلا. على فكرة الفول سعراته قليلة جدا وفيه بروتين عالي والالياف عالية، فده حلو. ممكن ناخد زبادي، كوبايتين زبادي او كوباية زبادي معاها ثمرتين فاكهة او جنبها سلطة تاكلها تبقى اكلة كويسة جدا. عايز تاكل زبادي وعليها شوفان، ده كويس جدا. خلاص يبقى انت حاول تاكل اكلة تسد معاك لتاني يوم. من ضمن الحاجات كمان اللي بتسد جامد جدا وبتشبع الجبنة القريش. يعني ممكن تاكل 200 جرام جبنة قريش
تقطع معاها سلطة وتاكلها وجبة حلوة جدا. عايز تحط عليها حبة شوفان، عايز تاكلها بربع رغيف عيش، اوكي. بس لو هدفنا ان احنا نخس، نحاول نخلي النشويات في اول وجبتين، واخر وجبه اللي هي قبل النوم تبقى ما فيهاش نشويات بس تبقى فيها بروتين عالي ونسبه دهون بسيطه جدا فتشبعني لتاني يوم. يعني ممكن مع القريش نحط حبه زيت زيتون. انا شايفه انه كده وجبه حلوه، وجبات حلوه متكامله. عدد الوجبات انا زي ما قلت لكم بيختلف من شخص للتاني. في اشخاص لما بنقلل لها عدد الوجبات بيحصل تخزن الدهون. الفيديو طول، فانا حابه ان انا اعمل الفيديو الصيام النباتي بتاع الصيام الكبير في فيديو تاني. بس انا كنت حابه انه حاول تستغل فتره الصيام في الهدف الاساسي بتاعه، العباده والتركيز على ربنا، وكل واحد في الصلاه بتاعته وبطريقته. تاني حاجه حاول تستغلها ان انت تخس، لانه ينفع ان انا اخس. النقطه الثالثه العزايم، انه هيحصل عزايم كتير. نعمل ايه؟ انا شايفه انه ممكن ناكل برضو بطريقه كويسه. ممكن لو في مكرونه بشاميل او جلاش او كده ناخد قطعه صغيره ونركز على البروتين. خد قطعه او قطعتين فراخ، لحمه، املاه اكتر بروتين، وكتر السلطه. نحاول ان السلطه ما يبقاش فيها الدريسنج، ولو خدنا سلطه بالدريسنج نحاول نقلل النشويات شويه. بالنسبه للحلويات خد قطعه صغيرة حلويات، ممكن مثلا نص كف الايد كده مع قهوة او شاي، ولو في فاكهة ممكن تكمل الفاكهة. ويبقى دي كده مثلا ممكن نقول دي الوجبة ومعاها السناك اللي احنا متعودين عليه، والعشاء بالليل اللي هو السحور. كل وجبة حلوة كبيرة متكاملة كده هيبقى تمام. حاولنا ما نحرمش نفسنا، لكن في نفس الوقت نحاول ان احنا ناكل السعرات الحرارية بتاعتنا اللي الجسم محتاجها. بنقلل طبعا منها شوية عشان نخس. حاول تعمل تمارين رياضية في وقت الصيام، قبل الصيام قبل الفطار بنص ساعة او ساعة. لو قدرت تتمشى تحت في الشارع، او لو قدرت تعمل تمارين كارديو في البيت، او لو عندك جيم بتروحه روح اعمل كارديو. وبعد الفطار ممكن بعد الاكل بساعة او ساعتين ممكن تروح تعمل تمارين مقاومة وتشيل حديد وتعمل كده، بس حاول ما تعملش باوزان تقيلة قوي. خلي بالك من الاملاح عشان هتعطشك قوي، فحاول تقللها. خلي بالك من القهوة والشاي، ما تكترهمش كتير لانها مضرات للبول، فاحنا مش عايزين نفقد المية اللي موجودة في الجسم. اشرب مية كتير، وحاول تاخد حاجات فيها نسبة مية عالية سواء في الفاكهة او في الخضار او في الاكل نفسه، هيساعد معاك قوي تاني يوم. بس كده، وكل سنة وانتم طيبين.